السلام عليكم احبائي، فيديو جديد غنشوفوا مع بعض كيفيه تحضير حلوه التمر تقليديه محبوبه بامتياز عند الكبير والصغير، هشيشه كتذوب في الفم بدون بيض ولا خميره. خليكم معايا نبداو على بركه الله في المكونات وكيفيه التحضير في نفس الوقت. في قصريه غادي نوضعوا 250 غرام ديال الزبده مارغرين، انا استعملت اللذه قطعتها كطريفات صغار. غنضيف ليها كاس من سكر حبيبات، كيس من الفانيلا والقليل من الملح. غنخلط هاد المكونات حتى يندمجوا مع بعض ويولي القوام ديالهم على شكل بوماد. صافي، ونضيف نصف كأس ديال الزيت المائدة وجوج معالق ديال الخل وربع كأس من ماء الزهر. من بعد ما كنضيف الماء الزهر راه ما نتسناوش على الزبده حتى كتندمج مع الماء الزهر، حيت ديجا عمر الماء ما كيندمج مع الزيوت كيف ما كنعرفوا. غادي نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجين بهذا الشكل هذا رطبه. وملي كنحربلها كتحربل وتتبقى رطبه كنشوفها هكا بيدينا. وهاد العجين احبائي راه ما كيحتاج لا درك لا حتى شي حاجه، بحالو بحال الشكل ديال العجينه ديال الصابلي، غير الصابلي فيه البيض وهاد العجين ما فيهش البيض. كندخلوا فيها داك الكميه ديال الدقيق اللي غتكفينا باش نحصلوا على هاد القوام اللي وريتكم، وكنحتفظوا بها في الوقت اللي نصايبوا الحشوه مباشره كنستعملوها. بالنسبه للدقيق اللي خدات لي هاد العجين 5 د الكيسان ديال الدقيق زائد 2 معالق كبار ديال الدقيق. اما كيفيه تحضير الحشوه فغنحتاجوا ل 500 غرام من التمر معجون، انا استعملته جاهز، 2 معالق تقريبا ديال الزنجلان محمر، وجوج معالق كبار ديال الكركاع مقطع هكا طريفات غير باليد، معلقه كبيره ديال الزبده ونصف ملعقه ديال القرفه مطحونه. قبل ما كنخلط هاد المكونات كنحاول نعكس الزبده باش تاخد الحراره ديال اليد، عاد كندمجها مع بعض مع هاد المكونات كامله. ومن بعد ما كتنسجم هاد العجينه ديال التمر كناخد الميزان وكنعبر قياس 10 غرام حتى كنسالي الحشوه ديالي كامله وكنولي نحربلهم بالاستعانه دائما بماء الزهر باش ما كتلصقش ليا في اليد. وكنشكلهم على شكل اصبع صغير بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا. وندوزو العجين بسطوب المدلك ما بين جوج بلاستيكات اولا بلاستيكه كبيره كيف ما درت باش ما كتلتصقش في سطح العمل، ونطبعها دوائر غير بالكاس. بالنسبه لهاد الزوائد ديال العجين كنجمعهم غير شي فوق شي صافي وكنسولفو، من بعد عاد كنطلقو بلا ما كنعجنو ما حتى شي حاجه. كناخد دائره من العجين ونوضع في وسط منها الحشوه، كنحاول نغطيها حتى ما كتبقاش كتبان ليا الحشوه. كيف ما شفتوا معايا السمك ديال العجين كيكون ما رقيقش بزاف، يعني ما كيكونش شفاف وما كيكونش غليظ، يعني غير السمك اللي خلينا هكا تتبان النقشه ديال المنقاش. ملي كنخبي الحشوه بالعجينه كنحاول نخلي العيوب كاملين كاينين لتحت، والفوق تنخليها هكا مقاده هي فين كنقش. صافي كناخد منقاش بلا نحاول نشد هذه الحلوه بحال غنقسمها على النص بالمنقاش، من بعد كنمشي بخط مائل من كل جهه وكتعطيني هاد النتيجه اللي كتشوفوا معايا في الطاوه. كيكون شكل زوين وبلا طابع بلا حتى شي حاجه، غير بالمنقاش كنحصلوا على هاد الشكل الجميل. وصافي غنبقى هكا مستمره حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجين وديال الحشوه. وفي هاد الاثناء من بعد ما نقرب نسالي غادي نسخن الفران، وعلى نار مهيله غنوضع الطاوه الفوق والعافيه مهيله عليها من الاسفل حتى كطيب من الاسفل، وعاد نشعل عليها العافيه من الفوق، ودائما على نار مهيله حتى كتاخد لون ذهبي بهذا الشكل هذا. ونخرجها وكنرشها بالسكر ثقيل من بعد ما كتبرد تقريبا، يعني كتبقى دافيه واحد شويه. انا رشيتها كيف ما شفتوا معايا بالسكر الثقيل غير من فوق، ممكن تفندوها كامله الا بغيتو، غير وكان ضروري ما تخليوها حتى كتبرد واحد شويه عاد رشوها بهذا بالسكر الثقيل باش ما كيذوبش لكم داك السكر ويتمحى داك البيوضه ديال السكر، حيت خص السكر الثقيل يبقى باين من فوق الحلوه. وهذه هي نتيجه الوصفه اللي شاركتها معكم، حلوه كتجي هشيشه وفتيه لذيذه بزاف بزاف. انا متاكده اذا جربتوها غتعجب الكبير والصغير. كنتمنى احبائي تحضروها في مائده الافطار نهار العيد، ما غاديش تندموا عليها. كانت هذه وصفه من قناه وصفاتنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد لايك وتعليق حول الفيديو. واذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه المرجو الضغط على زر الاشتراك او زر صابوني، كذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى فيديو جديد ان شاء الله ان كان في العمر بقيه.